كويسة وحلوة كده، بيبان وشبابيك وسراير اللهم صل على سيدنا محمد، وكراسي، كله مسكناه نفيض، والبلكونات رخرة نفضتها والبيبان بتاع البلكونات. طبعا انا كنت غاسله الستاير والسجاد قبلها بيوم، لكن القياسه ديت ما كانتش انغسلت، فهنغسلهم سوا مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين، ونعمل اشتراك ونعمل لايك بسرعة حبيبتكم في الله، وانا اختكم وانتوا اخواتي. اعملوا لي لايك واعملوا لي اشتراك وابعتوا لي اي تعليق يخطر على بالكم، قولوا لي كل سنه وانتم طيبه، وانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما يكون عيد سعيد عليكم وعلى اهاليكم وعلى اولادكم، وربنا دايما يسعدكم ويجمعكم ما يفرقكوش ابدا 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 يا رب. يا رب العيد يعدي علينا كلنا بخير وبسعاده وبهنا، ونعرف ننبسط كلنا ونتهنى كلنا ونتجمع كلنا، اللهم امين يا رب. يا رب اسمع مني يا رب ومن كل اللي هيقول امين في الكومنتات. نعمل اشتراك ونعمل لايك عشان الفيديو، وعشان تفعلوا الفيديو بتاعي ده، وعشان تاخدوا فيا كمان ثواب. طبعا يوم بقى رغاوي كده ونشاط. طبعا اليوم حر مش حر بقى، طبعا المية بتكسر الحرارة وتشتغلي بقى ما تشتغليش، المية بتخليكي مش حاسة بأي حاجة خالص. انا ما كانش عندي، انا ما عنديش خرطوم بغسل بيه، انا بجيب جردل ميه املاه واقابلني منه وارجع اشطف منه، بس دول بعد ما ينغسلوا برضه هندخلهم الحمام ونشوف طفقه سريعه. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا طول ما انت ما شغاله بقى اذكري الله وقولي الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله. بعد ما خلصت القيسه والصب نزلت تراب قد ايه احنا على الطريق، الحاجه بتحسيها انها نظيفه لكن هي فيها تراب، ما بتشوفهاش لما الميه بقى ايه تبدا انها تنزل عليها وتخرج التراب منها، حتى لو بتنفضي باستمرار ما بتبانش برضه. هنا بقى مسكت الحيطان كده زي ما انتم ما شايفين بالمقشه، الميه دي ميه بشامبو بنسبه ديتول خفيفه، وبدات ان انا اغسل بيها. هقول لكم بقى حاجه، الحيطان اللي ما بتتغسلش ان الميه بتبوظها، او انا هوريكم حته دلوقتي منها اللي هي زي الحيطان القطيفه، ما نعملهاش بقى بالخشنه دي، يعني ملهاش بالمقشه. نجيب الميه بشويه شامبو كده وكوبايه صغيره ونعملها من فوق كده، وما نلزقش عليها حاجه، يعني ما نزقش عليها مثلا كرسي، محدش يحط ايده عليها ويسيبها عليها شويه عشان هي هتبقشش خفيف كده. ولما الحيطه اهي، ولما هتبقشش خفيف كده هترجع تاني مكانها، ما تسيبهاش تنشف كويس من غير ما حاجه تبصم عليها، هترجع تاني مكانها. المهم ما تعمليهاش بمقشه ولا بحاجه خشنه، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. طبعا الجبان دي كلها كانت متنفضه في اول الفيديو، لازم انفض الاول عشان لما تيجي تغسلي يبقى فعلا بتغسلي على حاجه بقى ايه تجيب بقى مثلا لو في بصمه، عيالك كانوا مثلا واكلين حاجه مسكره وراحوا مسكوا الباب، ايدك كان فيها حاجه ورحتي برضو فتحت الباب، ده بقى ان احنا نمسكه كده حته حته كده بالمقشه. المقشه طبعا في ميه باومو او بميه بشامبو او بميه ببريل اللي يريح. نسيت اقول لكم الحيطه القطيفه او الحيطه اللي ما ينفعش يجي عليها ميه وحطينا عليها ميه، بلاش نحط عليها كلور، بلاش نحط كلور، هو بكتيره قوي سن الديتول مع الشامبو وميه بالشفشق بس، مش اي حاجه خشنه ومش اي حاجه من الحاجات المبيضه علشان ما تبوظش معاكم الحيطه دي بقى حيطه عاديه، يعني الحيطه دي تحطي فيها زي ما انت عاوزه، الحيطان دي قبل الغسيل. بس قعدت احط وازيد واحط وازيد، لان الحيطه دي هتملطش على بابين اتنين، فطبعا الولاد ما بيجوا يخرجوا من الباب ده ايدهم على الحيطه دي، يخشوا من الباب ده ايدهم على الحيطه دي، فتنتني احط فيها بقى من اليمين دي ومن اليمين. وخلي بالكم ارجوكم من الكهرباء، ارجوكم خلي بالكم ما تيجوا تعملوا حاجه زي كده افصلوا كهرباء الشقه، افصلوا كهرباء الشقه، خلي بالكم من الكهرباء. خلي ربنا يعدي العيد علينا كلنا بخير، يا رب عدي علينا كلنا العيد بخير يا رب، الامه الاسلاميه جميعا يا رب تعدي عليها العيد بخير، متجمعين يا رب، يا رب وفقنا وبارك لنا في حياتنا كلنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى حبيبتي حيطان المطبخ، بصي بقى، والاعلى حته بالمقشه برضو وبالاومو، هنا بقى ممكن تحطي سنه كلور وسنه ملمع ازاز مع الاومو ومع المطهر،
وبعد ما تخلصي هترجعي تشطفيها بسنة ملمع ازاز تاني، او سيبي من الاول ملمع الازاز للشطيف، متحطوش في الغسيل. بصي الحيطان بقى ما تلاقيش بقى حته مجليطه، ما تلاقيش حته واخده لون عن بقيه الحيطان. على فكره ما باخده بقى له سنين طويله قوي. بعمله بحته، يعني بقى في الايام العاديه بعمله بحته بحطها على المساحه وامسحه فيها يعني مثلا لو مثلا كل شهر مره او حاجه. لكن طبعا في المناسبات بعمله مره كده، واعمله مره من فوق بقى، بطلع له بالسلم بقى واجيبه من فوق كده وارغيه وانضفه وارجع اشطفه. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا بقى الحاجه بتبقى عامله ازاي في الاخر كده، بتلاقي نتيجه وبتلاقي راحه بال وبتلاقي نفسيتك مرتاحه لما تخشي المكان كده وتلاقيه نظيف، وحد دخلك بقى ضيف ما شاء الله كده يخش يلاقي الشقه نظيفه، تحسي ان انت مرتاحه ان هو دخل شقتك ولقاها نظيفه ولقاها زي الفل ما شاء الله اللهم بارك. انتي عروسه بيتك. اعملي اشتراك واعملي لايك واشوفكم في فيديو جديد.